السلام عليكم. يستعد الناخب الوطني جبل الماضي للإعلان عن قائمة المنتخب الوطني الخاصة بتربص شهر نوفمبر الجاري، الذي سوف يتخلله لقائي الصومال والموزمبيق ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026. إذ من المتوقع أن تشهد القائمة تغييرات بغياب بعض العناصر مقابل عودة آخرين للقائمة إن شاء الله. ومن المنتظر أن يكشف الطاقم الفني للخضر بقيادة جمال بالماضي هذا الجمعة عن القائمة المعنية، والتي ستحمل 25 اسم تحسبا لدخول التربص الذي سوف ينطلق الأسبوع المقبل قبل ملاقاة الصومال يوم 16 نوفمبر بملعب نيلسون مانديلا، ثم بعدها مواجهة الموزمبيق يوم 20 من نفس الشهر بملعب مالابو. تشير المعطيات إلى أن بالماضي حسم قائمة اللاعبين بشكل شبه نهائي، وقرر إسقاط اسم بعض العناصر التي حضرت خلال المواعيد السابقة أو المواعيد التي سبقت هذا التربص، على غرار سعيد بن رحمة وهيثم لوصيف وآدم زرقان، وذلك لأسباب فنية. بينما يستعد جمال بالماضي للاستعانة بخدمات نبيل بن طالب وآدم والناس وريان أيت نوري، بالنظر لما يقدمه هذا الثلاثي مع أنديتهم ليل الفرنسي ولوفرهامبتون الإنجليزي على التوالي. كما يرتقب أن يستنجد المدرب بخدمات النجم ياسين براهيمي هداف الدوري القطري مع الغرافة، رغم الكثير الذي قيل عن رفض إبراهيمي الالتحاق بالمنتخب الوطني. ويعتبر تربص نوفمبر محطة تحضيرية لنهائيات كأس إفريقيا 2023 المزمع انطلاقها بداية العام المقبل بالكوديفوار، وذلك بالرغم من الطابع الرسمي لمواجهتي الصومال والموزمبيق، حيث يسعى بالماضي للوقوف على مدى جاهزية أشباله لموعد الكان على المستوى الفني والبدني. كما سيكون هذا التربص فرصة أخيرة لبعض اللاعبين، حيث أنهم لم يقنعوا كثيرا في المواعيد الماضية، ما يجعل مكانتهم في العرس القاري مهددة. إلى ذلك سيعقد الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل للحديث عن هذه الخيارات، على أن ينطلق يوم الاثنين إن شاء الله تربص المنتخب الجزائري بالتحاق اللاعبين بالمركز التقني بسيدي موسى وفي العاصمة. إخواني، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.